طبعا النقطة الطبيعية اللي هي في المذاكرة انه يتعلم يجمع بقى اكبر تجميع من المعلومات على قد ما يقدر. يعني المقارنات، المتضادات، المتشابهات، التواريخ، الحاجات اللي فيها ارقام، الحاجات اللي فيها مثلا معادلات، قوانين، رسومات، خرايط. يبتدي يتعلم يجمع ده. كل ما يجمع دوت ويلخصه يحطه قدامه في ورق واضح سهل، ده برضه هيساعده انه ينقل المعلومه للذاكره طويله المدى. لكن طول ما هو بيذاكر الحاجه وهي متنطوره ومكتوبه بخط ناس تانيين غير خطه، ده مش سهل انه يساعده ان المعلومه تتنقل معاه للذاكره طويله المدى. يبقى احنا متفقين ان النقطه الاساسيه لنقل المعلومه من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى ان احنا نبعد شويه عن سكه احفظها كده، هي كده. الحكايه دي صعبه. يعني احفظها كده كلمه تقيله قوي قوي على قلب الواحد حتى احنا كبار. هقول لكم مثال بسيط. ابونا بعد ما بيترسم بيروح الدير يقعد 40 يوم خلوه يقضيهم كده مع ربنا ويتعلم القداس. تخيلوا كده لو في القداس فيه حركات طقسيه كتيره جدا. فتخيلوا كده كل ما يتعلم حركه معينه يقول هو انا بعمل كده ليه، يتقال له احفظها كده، هي كده. تخيلوا ايه مشاعر ابونا. هيحس بجمال القداس، بحلاوه القداس. تخيلوا كده قاعد ساعتين في القداس بيصلي من اول كلمه لاخر كلمه، كل حركه بيعملها وكل خطوه بيعملها ومش عارف يعمل كده ليه. هلف حوالين المسبح 3 مرات ليه يا جماعه، هي كده. طب الشوريه ليه يا جماعه، هو كده. طب ايه ده. طب تخيلوا اقول لكم مثال يوضح لكم قد ايه طعامه الحاجات اللي بنعيشها وقت القداس. وقت مثلا بيكون فيه الابروسفرين مفروش على المسبح. الابروسفرين ده غطا كبير قوي بيتحط على المسبح، الكنيسه كلها بتبقى شايفاه وابونا مغطي بيه المسبح. بيجي وقت ابونا يشيله. طب اشمعنى في الوقت دوت او ايه اللي بيحصل؟ تخيلوا امتى ابونا بيشيل الابروسفرين. اول ما الشماس يصرخ في الكنيسه يقول قبلوا بعضكم بعضا، يوم ابونا شايل الابروسفرين رفعه. طب ايه ده ليه؟ كأن اول ما الكنيسه بقى فيها حب، قبلوا بعضكم بعضا، كل ما الكنيسه اتصلحت، كل ما الكنيسه اتملت حب، اترفع الابروسفرين، اترفع الغطا. يعني ايه اترفع الغطا؟ يعني الكنيسه بقت عارفه تشوف المسيح بصوره اكتر، عارفه تشوف الكاس في الكرسي، عارفه تشوف الجسد في الصينيه. بعد ما كانوا مستورين، لا احنا عارفين نشوفك يا رب اكتر. امتى عرفنا نشوف ربنا؟ اول ما الشماس قال قبلوا بعضكم بعضا، اترفع الابروسفرين.